ياه! عارف كده لمّا اليا دي حوار كبير أوي. من فترة كنت واقف عند الشباك هنا، اسمه شباك مش شباك، في الوقت اللي هو قبل المغرب بساعة كده، أو ما يُعرف بالgolden hour. عارف وإضاءة الشمس دهبي وجاية من الجنب كده وعاملة ظِل للشجر 90 درجة، وعيني جات على عيال كانوا بيلعبوا كورة في الجنينة في نفس المكان اللي كنا بنلعب فيه واحنا صغيرين، أنا وأخويا وولاد خالتي، اسمها جنينة مش جنينة، وكان في بنت بتلعب بطيارة ورق زي ما كنا برضه بنعمل واحنا صغيرين، وبعد كده عيني جات على النخلة اللي كنت باجيب بلح منها واحنا صغيرين. وانا في الوقت ده كنت قاعد في الاوضه دي محبوس عشان ورايا امتحانات وشغل لازم اخلصه. الشعور اللي بيجيلك في اللحظات اللي زي دي هو ده النوستالجيا. كان زمان في شجره تانية هنا كنا بنعتبرها عارضه، وكان ده بيبقى جون، وهنا كنا بنحط طوبه كان بيبقى ده الجون التاني. حاسس اني بقيت زي الناس الكبار اللي بيقعدوا يحكوا عن الحياه زمان كانت عامله ازاي، وانا تقريبا بقيت ناس كبار. عجزنا والله. في أواخر القرن ال17 في طالب طب اسمه يوهانس هوفر لاحظ مرض غريب بيظهر على الجنود السويسريين اللي بيخدموا بعيد عن وطنهم. المرض ده كان ليه أعراض زي الإرهاق والأرق واضطراب ضربات القلب وارتفاع درجة الحرارة، لدرجة إن الجنود أحيانا كانوا بياخدوا إعفاء من الخدمة بسبب المرض ده. يوهانس هوفر لاحظ إن سبب المرض ده ما كانش بس اضطرابات جسدية، سبب المرض ده كان حنينهم لوطنهم. راح سمى المرض ده إيه؟ نوستالجيا، واللي متاخده من كلمتين في اللغه اليونانيه وهما نوستوس اللي معناها العوده للوطن، والجوس اللي معناها الم او حنين، فالكلمتين مع بعض بقوا نوستالجيا اللي معناها الحنين للوطن. ويعدي الوقت ونوصل لبدايه القرن العشرين، ومع دراسه المختصين للموضوع اكتر تتحول نظرتهم للنوستالجيا من كونها مرض عصبي لحاله ذهنيه زيها زي الاكتئاب. ويعدي شويه وقت كمان ويتوسع فهم معنى النوستالجيا من كونها بس حنين للوطن للحنين للماضي بشكل عام، وبدل ما الناس كانوا بيشوفوه كمرض بقوا يشوفوه شعور بيخليهم مبسوطين. بس هل النوستالجيا اصلا شعور حلو ولا وحش؟ ما انت بص، اتس complicated. النوستالجيا شعور معقد بيجي بميكس مشاعر كده، شعور بالسعادة انك عشت الذكريات دي مع شعور بالحزن ان الذكريات دي عدت ومش تتعاد تاني. ولان النوستالجيا شعور معقد جدا وليه تأثير كبير على دماغ الناس مش هيعدي عادي كده. في عالم البيزنس والماركتنج في حاجه اسمها نوستالجيا ماركتنج. شركه عايزه تعمل اعلان تضمن بيه ارتباط الناس بالبراند تلعب على النوستالجيا. شركه زي ديزني عايزه تعمل فيلم جديد، ليه تجازف في قصه جديده لما ممكن تلعب على النوستالجيا وتعيد انتاج قصه قديمه الناس مرتبطه بيها وتبقى ضامنه النجاح. شركات كتير بتعيد انتاج منتجاتها القديمه اللي الناس متعلقه بيها. واحد يوتيوبر مش لاقي محتوى يعمله يتكلم عن ايه؟ بس ده مش موضوع. في الغالب احنا بنستخدم النوستالجيا كمحاولة للهروب من الواقع اللي احنا فيه. قاعد مثلا بتعمل حاجة غصب عنك او انت مش عايز تعملها، او بتفكر في المشاكل اللي عندك في الفترة دي او الحاجات اللي قلقاك وخايف انها تحصل في المستقبل، او بتسكرول على السوشيال ميديا وسرحان وفجأة تلمح صورة ليك وانت صغير، لعبة كنت بتلعبها زمان، لقطة من كرتون او فيلم كنت بتتفرج عليه وانت صغير، وممكن اي حاجة تانية مثلا تشم ريحة او تسمع صوت، تعدي على البيت اللي كان فيه الحبايب، ترجع ملك الشوق ولفة قلب. كل الحاجات دي وغيرها تريجرز بتنور حاجة في دماغك كده، وتبدأ تدخل في دوامة وانت عمال تفتكر ذكريات قديمة، قاعدة مع العيلة زمان، خروجة او سفرية مع صحابك، ناس كانوا معاك ومبقوش موجودين، هواية كنت بتعملها زمان وبطلتها، حاجة كانت عندك زمان ومبقتش معاك او بطلت تستخدمها. في ناس بتوحشها الثانوية العامة، مش عارف، دول غالبا بيكونوا سيريال كيلرز، وتبدأ تقول يا ريت الأيام دي ترجع تاني، وأيام ما كنا لا نحمل هما، وحياتي قبل 2019 وفيديو كريستيانو رونالدو. بس كل الكلام ده مش حقيقي. انت ما بتفتكرش الماضي، انت بتفتكر نسخه متفلتره من الماضي، نسخه رومانسيه مش حقيقيه انت اللي عملتها، نسخه ما فيهاش لا قلق ولا مشاكل ولا حزن. فوق من الوهم اللي انت عايش فيه ده بقى. انت معظم حياتك كان عندك فيها مشاكل. اي فتره في حياتك زي ما كان فيها حاجات حلوه غالبا كان في حاجه شاغله دماغك فيها، سواء مشكله او قلق من المستقبل او خوف او حزن او فقد او تعب، لان ده جزء من الحياه. حتى وانت صغير في المدرسه ايام ما كان الواجب اللي المفروض تعمله اكبر همومك، وهتبص على الحاجات دي دلوقتي تشوفها حاجات تافهه، بس الحاجات دي ما كانتش تافهه ساعتها، دي كانت الحياه بالنسبه لك. بس انت مش عايز تفتكر الكلام ده، انت عايز حاجه تخرجك من الحاله اللي انت فيها دلوقتي، فبتهرب للعالم المريح ده اللي ما فيهوش تعب. مع ان الفتره اللي انت افتكرتها دي ممكن تكون كانت فتره صعبه وما كنتش مبسوط فيها، بس الحاجات اللي كانت مضايقاك في الفتره دي او كانت قلقاك او موتراك عدت خلاص، وانت لسه موجود اهو، عديت منها سليم. والحاجات اللي كانت قلقاك دي ولا بتيجي في دماغك اصلا دلوقتي. النوستالجيا شعور معقد جدا، بس لو فعلا هنتعلم منه حاجة نتعلم اننا نقدر الحاضر، لان زي ما الماضي بيوحشك وبتوحشك حياتك زمان، في المستقبل حياتك دلوقتي هتوحشك برضه، فليه ما نقدرهاش من دلوقتي؟ وان ايا كانت المشكلة اللي شاغلة دماغك دلوقتي مصيرها هتعدي ومش هتفتكرها اصلا بعد كده، زي المشاكل اللي عدت عليك طول حياتك ومش فاكرها دلوقتي. وان مهما كانت الفترة اللي انت فيها دلوقتي صعبة، بس اكيد فيها حاجات حلوة هتفتكرها كمان كام سنة، فتستاهل انك تركز عليها من دلوقتي. انا خلصت اخر امتحانات ليا من شهرين والحمد لله اتخرجت خلاص، واكيد اقدر اقول ان الجامعه هتوحشني، دفعتي هتوحشني، واصحابي بتوع الجامعه. فزي ما حياتك زمان بتوحشك وبتوحشك الحاجات اللي كانت فيها والناس اللي كانت حواليك، حياتك دلوقتي كمان كام سنه هتبقى نوستالجيا. حياتك كمان كام سنه غالبا مش هتكون نفس حياتك دلوقتي، في حاجات معاك دلوقتي مش هتكون معاك، في ناس من اللي حواليك مش هيكونوا معاك. فحاول على قد ما تقدر تعصر الوقت والحاجات والنعم اللي معاك في الفتره دي وتجيب اخرها، عشان كمان كام سنه لما تفتكر الفتره دي من حياتك ما تندمش انك سبتها تعدي من غير ما تستغلها. ودي سنة الحياة، نبعد نتوه ونمشي
في مليون اتجاه. مش هتلاقي حد على فكرة يديك الكلام ده كمان 5 سنين تاريخ نوستالجيا.